خلص على الوحوش. وفي وسط الهيصة دي كلها ميرا وقعت من فوق. سبير رمى نفسه من غير تفكير، لحقها بين دراعاته واستخدم جسمه علشان يخفف الصدمة، وفضل يتخبط خبطة ورا التانية لحد ما وصل للأرض. الحركة دي أنقذت حياة ميرا رغم إن سبير اتصاب إصابة جامدة ودراعه وواحد من صوابعه اتدمروا تقريبا. ميرا وهي بتحاول تصلح اللي حصل خيطت دراع سبير تاني علشان تثبته في جسمه، وهو كمان شاور لها تخيط صباعه. وشوية بشوية بقى واضح إن بدأت ترجع له حاجة كانت ضاعت منه، وهي إنسانيته. وعلى بعد مسافة في مكان عالي سبير وفانج وميرا والعيال الصغيرين بيراقبوا المشهد بحذر، ومن مكانهم الاستراتيجي ده قدروا يشوفوا بوضوح المدخل الرئيسي وحركة القطيع اللي ما بتوقفش، والمكان اللي الضحايا بتترمي فيه لجوه بالظبط. الموضوع مش مجرد البشر اللي اتخطفوا من قرية ميرا وبس، الوحوش لسه بيجيبوا أسرى أكتر من مناطق قريبة. ميرا وهي عارفة إن أي غلطة ممكن تمنها يكون حياتهم مسكت زمام الأمور، وكبديل اختارت سبير علشان يروح معاها. ورغم حالته الحالية قوته وسرعته لسه ليهم قيمة كبيرة لو الأمور خرجت عن السيطرة. بإشارة بسيطة ميرا شاورت له يروح وراها، والاتنين اتحركوا بأقصى سرعة ناحية المنطقة الصخرية علشان يتفادوا إن حد يشوفهم. الصغيرين في اندفاع متهور حاولوا يمشوا وراهم، بس فانج وقفتهم فورا وفرضت سيطرتها وأجبرتهم يفضلوا في مكانهم. هم عارفين إن مفيش أمل يدخلوا من المدخل الرئيسي، فعلشان كده اختاروا يتسلقوا لحد قمة التشكيلات الصخرية. ميرا طلعت الأول بخفة ودقة، وسبير رغم حالته المتدهورة قدر يلحقها ويمشي معاها من غير صعوبة. وفي القمة اكتشفوا شرخ ضيق باين إنه بيوصل مباشرة لقلب الكهف. ميرا بصت بحذر واتأكدت إن المدخل ده هيسمح لهم يدخلوا من غير ما حد يحس بيهم. ميرا اتسحبت بحرص بين الصخور وهي بتحاول ما تطلعش أي صوت، وقدرت تدخل الكهف. سبير مشي وراها، بس تقله وحركته غير المتزنة عملت أصوات بسيطة، والحمد لله ما كانتش قوية لدرجة إنها تنبه القطيع. بعدين الاتنين كملوا لحد حافة عالية قدروا من عندها يشوفوا اللي بيحصل جوه بشكل أحسن. وللمفاجأة من وسطهم ميرا قدرت تميز البنت اللي بيدوروا عليها. اتضح إن البنت لسه عايشة وقدرت تنجو من مذبحة الوحش الكبير، وميرا فهمت إنهم لازم يتحركوا بسرعة. في اللحظة دي الأم الكبيرة قربت ببطء من الحفرة علشان تاكل، وفي محاولة يأسة بعضهم حاول يهرب، والست قدرت تطلع الأول ووراها البنت. بس الوحوش الحمراء كانوا متوقعين الحركة دي من الأول، ردوا بمنتهى الوحشية والسرعة، والست اتاكلت في لحظتها تقريبا. البنت وما كانش قدامها حل تاني جريت رجعت للحفرة تاني علشان تهرب من نفس المصير. سبير شاف المشهد ده واستعد يتدخل بدافع الغريزة، بس ميرا وقفته بكل حزم. لثانية واحدة كتم اندفاعه وفضل جنبها، لكن الخطر ما تأخرش في إنه يقرب. بعض الخنازير بدأوا يشموا تاني الريحة المقرفة اللي مأثرة على الجو. ميرا عرفت التهديد ده فورا، ريحة سبير الوحشة، وقبل ما تقدر تتصرف واحد من الخنازير قرب بشكل خطير من وراهم. هو لسه ما شافهمش، وده اداهم ثواني قليلة ومهمة علشان يستخبوا في شرخ قريب مليان عظم بشري. في اللحظة دي بالظبط الأم الكبيرة طلعت زئير قوي بتنادي فيه على أولادها. جاء وقت الأكل وكلهم راحوا عندها علشان يرضعوا اللبن. ومن غير ما تضيع وقت ميرا بدأت تنفذ خطة جديدة. هي وسبير سابوا الكهف بسرعة، ولما طلعوا بره تسلقت شجرة قريبة علشان تقطع حبل غليظ وقوي. نيتها واضحة إنها تستخدمه علشان تطلع البنت من الحفرة من غير ما تضطر تواجه القطيع كله وجها لوجه. رجعت تجري ناحية المدخل، سبير مشي وراها فورا، بس المرة دي هي شاورت له يقف، وبحركات إيدها الحازمة فهمته إنه ما ينفعش يجي معاها أبدا. ريحته واضحة جدا وهتبوظ أي محاولة للتسلل. ومن مكانها العالي ميرا حددت مكان البنت تاني. الوقت اللي أخدته علشان تطلع وترجع كان كفاية إن الوحوش تخلص أكل وتستعد للراحة. وفي الوقت ده بره سبير فضل جنب فانج والصغيرين، وفي وسط الانتظار جاله مشهد سريع من الذاكرة لفانج وهي بتشرب مية. فسر الصورة دي على إنها كانت حاجة بتبسطها، وقرر يتصرف بناء على كده. جري لحد نبع مية قريب، جمع شوية مية وقدمهم لها وهو متلخبط، بس فانج ما ردتش عليه زي ما كان متوقع. وبعدين ذكرى تانية خطرت على باله، المرة دي عن حشرات كانوا بياكلوها مع بعض زمان. سبير خرج يدور على شوية حشرات وحطهم قدامها وهو مستني رد فعل مختلف، بس مجرد ريحة جسمه كانت كفاية إن فانج ترفض الحركة دي منه. وجوه الكهف الوحوش بدأت تتحرك تاني، والأم الكبيرة قربت مرة تانية من الحفرة علشان تاكل. ولما الصغيرين اتجمعوا أخيرا علشان يرضعوا من أمهم تاني، لحظة التشتيت اللي كانت مستنياها جت أخيرا. استغلت اللحظة ونزلت بتسلل وقربت من الحفرة،
رمت الحبل لجوه وشاورت للبنت إنها تمسكه. لما شافتها البنت الصغيرة ما قدرتش تخبي ملامح الراحة اللي على وشها. عرفت إن المساعدة وصلت، بس الحركة دي ما عدتش من غير ما باقي الأسرى يحسوا بيها. اعتبروا إن الحبل ده فرصتهم الوحيدة للهروب، وكذا واحد حاول يمسكه في نفس الوقت. الوزن التقيل مع بعضه كان أكبر من قوة تحمل الحبل. ميرا في محاولة منها علشان تثبته ربطته في صخرة، بس الضغط كان زايد وانتهى الموضوع إن الحبل اتقطع في وسط الفوضى، والبنت فقدت توازنها وكانت خلاص هتقع تاني. بس ميرا لحقت تمسك إيدها في آخر ثانية. الدوشة اللي حصلت كانت كفاية إنها تنبه واحد من الخنازير الحمراء، وفي ثواني الباقيين عملوا رد فعل وحوطوا ميرا والبنت وقفلوا أي طريق للهروب. الاتنين رموا نفسهم تاني في الحفرة على أمل يكسبوا وقت. الموقف اتغير فورا لما سهم خبط في واحد من الخنازير. سبير قرر يتدخل، هجم بمنتهى العنف وقدر يوقع واحد من الوحوش اللي جثته وقعت في الحفرة على طول. فضل يواجه الباقيين، ورغم ان فرق الحجم كان كبير جدا بس قوته الغاشمة خلته يقدر يقاوم. فانج كمان دخلت في المعركة وخلصت على خنزيرين تانيين وقعوا قريب من الأم الكبيرة. موت الخنازير الصغيرة صح الخنزيرة الملكة تماما وبدأت تجهز لهجوم مضاد. فانج ما تراجعتش وهجمت عليها، بس فرق الحجم كان ضدها وخبطة واحدة بس حدفتها ناحية الصخور. سبير شاف المشهد وذكرى لفانج وهي بتتجرح بوحشية في الماضي صحت غضبه. حاول يدافع عنها بس واحد من الخنازير الحمراء نط عليه بقوة والاتنين انتهى بيهم الحال واقعين في الحفرة. وجوه سبير قدر يخلي عدوه يفقد الوعي للحظة، بس وجوده نشر الرعب وسط الأسرى اللي بقوا دلوقتي بيواجهوا واحد من الزومبي في وسط الفوضى. ميرا حاولت تهديهم بس الخوف الجماعي كان صعب السيطرة عليه. وبره فانج لسه مكملة مواجهتها ضد الأم الكبيرة. فرق الحجم فرض نفسه تاني واتحدفت مرة تانية ناحية الصخور، ولما الصغيرين شافوا أمهم في خطر جريوا علشان يساعدوها، بس هم كمان اتصابوا في المحاولة دي. اللحظة دي ولعت غضب جديد عند فانج. بحركة خفيفة استغلت القرب ده وقدرت تعض رقبة الأم الكبيرة. وفي الحفرة سبير ما ضيعش وقت، وبحركة عنيفة خلع ناب من أنياب الخنزير الأحمر اللي كان لسه بيعافر وحوله لسلاحه الخاص. غرزه مرة ورا التانية بمنتهى الوحشية لحد ما اتأكد إن الوحش ده مش هيقوم تاني. ولما خلص خد الجثة الهامدة وسحلها لحد جثة أول خنزير كان واقع هناك وكومهم فوق بعض علشان يعمل قاعدة يتسند عليها، وبالهيكل ده قدر يزق نفسه ويتسلق ناحية المخرج. باقي الأسرى لما شافوا اللي عمله فهموا إن دي فرصتهم وقلدوا الفكرة واستخدموا الجثث كسنادات علشان يهربوا من الحفرة. وبره فانج كملت مواجهتها ضد الأم الكبيرة، ورغم الجروح والتعب فانج هي وعيالها مسكوا في رقبة الوحش وقطعت حتة كبيرة من جلدها. الجرح ده كانت القضية. الخنزيرة الضخمة فقدت قوتها بسرعة وانتهى بها الحال وقع على الأرض. واحد من الخنازير الحمراء اللي كانوا لسه واقفين على رجليهم وقف قدام ميرا. حاولت ترجع لورا وتعمل مسافة بس الوحش كان أسرع. بعضة وحشية في رجلها رفعها من على الأرض وحدفها ناحية الصخور وسابها وهي مصابة إصابة خطيرة والدم بدأ ينزل منها بسرعة. سبير عمل رد فعل فوري بس قوته وتصميمه كانوا كفاية علشان يسيطر، وبعد خناقة قصيرة وعنيفة قدر يخلص على آخر وحش. ومن غير ما يضيع ثانية حاول يقرب من ميرا علشان يعمل لها إسعافات، بس فانج وقفت في طريقه بحركة حازمة زقته بعيد وفهمته إنها مش هتسمح له يقرب. عدم الثقة لسه مسيطر على العلاقة اللي بينهم. البنت من ناحيتها جريت لحد المكان اللي فيه ميرا. الجرح اللي في رجلها عمل نزيف كبير. بعد المواجهة مع الخنازير اللي من عصر ما قبل التاريخ ميرا بقت بتصارع بين الحياة والموت. فانج بتفهم ده من غير كلام وبتاخد قرار فوري إنها توديها القرية مهما كلفها الأمر. الاستعجال كبير لدرجة إنها تسمح ليابو يركب على ظهرها علشان يتحركوا أسرع. وبالمناسبة يابو ده طلع ولد مش بنت. وراهم الصغار وسبير ماشيين ورا الأثر والتوتر باين في كل حركة. لما بيوصلوا القرية أخيرا الصدمة بتكون فورية. القرويين بيترعبوا لما بيشوفوا حالة ميرا. فانج بتزقر بقوة مش كتحذير لكن كأمر. هي محتاجة مساعدة ومحتاجاها دلوقتي حالا. 2 رجالة بيتحركوا بيشيلوا الجسم المصاب لحد بيت الشامانة، وجوه الست العجوز بتكشف على ميرا بدقة وهدوء. بتسمع دقات قلبها وبتحس بنفسها وبتتأكد إن هي والنونو لسه عايشين. بتقرر تتصرف فورا وقبل ما تبدأ بتدي ابتسامة خفيفة لفانج. الإشارة الصغيرة دي بتدي لها الطمأنينة اللي كانت محتاجاها. بس الهدوء مش بيطول. لما القرويين بيلاحظوا وجود سبير بيبصوا له ومش شايفين الصاحب اللي في يوم من الأيام حارب عشانهم. شايفين واحد مجرد مسخ، كائن مش المفروض يكون موجود أصلا.
الأبواب بتتقفل وصوتها بيعلى وحاجات بتخبط في جسمه. العساكر بيتقدموا بياخدوا وضع الاستعداد حواليه في الساحة ورماحهم في إيديهم. سبير ما بيردش بس بيحاول يرجع لورا يتجنب